اقسم بالله منتخب رجاله رجاله رجاله. شابول كل لعيبه المنتخب من اول الدفاع لحد الهجوم، مفيش ولا واحد النهارده ما قدمش اكتر حاجه يعملها. بداية قبل ما نتكلم على اي حاجه، احنا اسفين الشناوي واحد من احسن ماتشات الشناوي من زمان، وبعدين عن الشناوي ده ممكن يكون واحد من اكتر الماتشات اللي شفت فيها لعيبه المنتخب هاديين وراكزين ومركزين، وده اللي قلت لكم عليه من الماتش اللي فات، هو ان السكواد بتاع المنتخب سكواد حلو جدا، وعندنا كوره وعندنا دفاع وعندنا كل حاجه، ولكن محتاجين بس ان احنا نكون هاديين. فكينا عقده منتخب في منتهى السخافه بعد واحد من اصعب ماتشاتنا معاهم. الشوط الاول ما فيهوش اي غلطه، مركزين جدا هجوميا هاديين وبنعرف نوصل للجون. فعلا لعبنا واحد من احلى الماتشات الدفاعيه اللي شفتها في تاريخ المنتخب مصر، وهاني احنا زعلانين منك ولكن عدك على خير المره دي. لنا شوط تاني اقل حاجه تتقال عليه ان هو واحد من احلى اشواط مصر الدفاعيه. تلعب ب 10 لعيبه لمده شوط كامل ضد واحد من اقوى منتخبات القاره، ومع ذلك مسكت نفسك وقدرت ان انت تطلع بالماتش بالنتيجه اللي انت عايزها. وانا بالنسبه لي النهارده دول ما كانوش لعيبه المنتخب، دول كانوا رجاله المنتخب. مش عارف ليه ولكن البطوله دي فيها حاجه مختلفه، وانا شايف ان في روح كبيره جدا ما بين كل واحد من لعيبه المنتخب، وعشان كده برضه هفضل اقول لكم ان احنا ان شاء الله صدقوني التامنه هنجيبها السنه دي، وان شاء الله اذا وصلنا للنهائي هنكون موجودين في المغرب. وبصراحه النهارده